يجري. شوفوا معاك ايه؟ معلش معلش يمشي بس كده. فيديو بس. تمام تمام. اقعد بس عشان انا بقول مش عايز. لو سمحت احنا اديناها له امبارح ومنتهى بعد يا ابني عني. بقى يلا. لا ده بابا مش مشكله تمام. هشوف. اسمعني خدت ورا وعضك. خلي بالك عشان ما يقعدش. عايزه ايه؟ تمسكوا؟ هتقدر انت؟ عايزه تمسكوا؟ تقدر تمسكوا؟ طب تعالوا نمسكوا تاني. ابعدها بس عشان ايه؟ ابعدها. طب انت ما تعرفش تدي حقنه؟ انت ممرض ما تعرفش هو يعني يمسكوا؟ لا حيوانات لا. أنا نانسي ناجي، محامية في جامعة قناة السويس، شؤون قانونية. أنا في الإنقاذ بقالي حوالي 20 سنة. الحالات اللي هي بنلاقي فيها جروح، كسور، عمى، شلل، أي حاجة من النوع ده بنحاول لو في المكان بنعرف نعمل حاجة، لو في إمكانيات. مفيش بندور على أي شلتر اللي هي دار إيواء، نبعت فيها الحالات لو كانت حرجة. لكن لو ممكن تتعالج في المكان تمام بنعالج. دي حالة حد كان نزلها على النت. الكلب تقريبا هو دي يا إما خبطة عربية يا إما مطوة، لأن المنظر العام ده مش منظر خبطة عربية خالص. يعني ده حاجة فتح بس ده فتح واصل للعظم. معرفش حضرتك شفت ولا لا. بس بنحاول نطهر وننظف وندي مضادات حيويه لحد ما يتوفر له مكان في شقه الانقاذ هنا في اسماعيليه. لو اتوفر كان بها، ما توفرش بنحاول بقى نشوف مكان في مصر وننقل هناك بيكمل بقى. يا اما بيبقى فيه سبونسرز بيتكفلوا بالحالات اللي زي كده، يا اما المكان نفسه بصراحه والقائمين عليه هم اللي بيبذلوا مجهود جامد. الحالات دي في اسماعيليه كترت قوي، وبالاخص كمان الناس اللي بتخبط كلاب وقطط وتسيبهم وتمشي. ده طبعا دي حاجات كلها مرفوضه. رحمون يرحمهم الله يعني. فانت لما تعمل حاجه زي كده تبقى انت يعني بتدور كده على ثواب صغير تخطفه كده ويبقى سبب دخولك الجنه يعني. لكن ان احنا نشوف حاجه زي كده ونقف موقف سلبي، دي حاجه مش مطلوبه يعني. فاللي يقدر يعمل حاجه ما يتاخرش. هم ارواح زيهم زينا، بتحس وبتتالم، وهو نفسه متالم. يعني هو واضح جدا ان هو من شكله من الكلب متالم. الحاجه الثانيه، الناس اللي بتحرض على السم والقتل والكلام ده كله. طب ما الفلوس اللي انت هتبذلها في انك تسم ممكن تعقم بيها. يعني كل اهل منطقه ممكن يتفقوا مع بعض ويروحوا لدكتور ويدوروا ازاي يعقموا وياخدوا تخفيض. هي البديل عن كده ان انا حرمي سم. ممكن طفل يمسك حاجه من على الارض لحسها تسم، ممكن كلب او قط بتاع بيت. ده كل ده حاجات مش مطلوبه يعني. فالمطلوب ان يكون عندنا بعض الشيء من الرحمه. الكلاب مش مسعوره، الكلاب ما هي الا انها رد فعل لتصرفات غوغائيه ومش مسؤوله من اطفال ومن اهالي. اللي يضرب كلب بشلوت، اللي يضرب كلب بطوبه. احنا من فتره قريبه في الخمسه كان في خناقه كبيره ومشكله والفاظ وسب دين ومشاكل ما بين ناس عشان كلاب قاعده في حاله ما بتعملش حد حاجه ولا بتتعرض لحد.
والنجده جت ووقفت، الضابط اللي كان موجود الاول ما كانش متفاهم الموضوع، بس بعد كده الضابط بقى معانا، والناس قدمت اعتذارات قد كده عشان نتنازل عن المشكله. يعني هي الاول كانت مشكله كلاب، يعني واحد متصل بالشرطه علشان يمشي كلاب من الحته، لا حول هي ولا قوه، ما بتعملش حاجه، متصل بشرطه يجيبهم لناس عشان الناس دي بتاكل الكلاب وبتحط للكلاب دي ميه. طب هو انا حطيت له اكل وحطيت له ميه، انت تعبت في ايه؟ انت اتضايقت في ايه؟ انا ضريتك في ايه؟ انا برحم روح في الحر. يعني ده ضايقك من الكلاب في ايه؟ هم الكلاب لا بتتعرض لك ولا حاجه، في حين ان انا رحت المنطقه والكلاب دي فعلا ما بتتعرضش لحد، وانا اول مره كنت اروح المنطقه. خناقه وشتيمه وبهدله كل ده علشان كلب واقف يشرب، ولا كلب بيتعالج، ولا كلب بيطعم، ولا كلب بياكل. ايه وجه الضرر اللي عايد على البني ادمين؟ فالواحد بس بيناشد الناس اللي عندها ثقافه وعندها وعي. الحيوانات دي بره، الكلب المصري والقطه المصريه واي كائن اصلا مصري، يعني النوع ده من الكلاب بره مقدس جدا، احنا بنبعت كلاب بره، احنا بنسفر كندا وبنسفر المانيا وبنسفر امريكا. ليه؟ وبعدين يعني في مثلا اللي حصل في التجمع لما جم سموا الكلاب وطلعت الطريشه تعبانه من فصيله الطريشه، طلع على البيوت وبقى يجيبوه من البلاعات ويجيبوه من التويلتات. ليه؟ ما نخلينا سايبين النظام البيئي ماشي بما يرضي الله. الكلاب مضايقاك دور على انك تطعمها، الكلاب مضايقاك اكلها عشان تقف تحرس حتتك وتحرس منطقتك وتحرس ولادك. الكلاب ما بتعملش حاجه، الكلب اصلا مصنف حيوان اليف، فانا ليه ادور على حيوان اليف وبتصرفاتي اروح مشرساه؟ ما هو الناس اللي بتشرس، والمشكله اللي حصلت في التجمع والسيده اللي زوجها مش عارف حصل فيه ايه والكلام ده كله، كل ده حاجات من بدع البني ادم. ده كائن مصنف اليف، فما ينفعش اقول ان ده كلب مسعور. كلب مسعور مش هيمشي في مجموعات، كلب مسعور مش هيقرب من ميه يشربها، كلب مسعور 21 يوم وهتلاقيه توفى، مش هتلاقيه ماشي مع كلاب. فمش اي حاجه بتهوهو نقول اصل الكلب ده بيهوهو، اصل الكلب ده مسعور. كلب بيهوهو هو نطقه كده، يعني انا بتكلم، القطه بتنونو، الكلب بيهوهو، كل حاجه ربنا خلقها ليها صوت، انا مش هكتم صوته. ولما يتكلم اقول اصل الحيوان ده، لما يهوهو اقول اصل الحيوان ده حيوان مفترس ولا مسعور. الكلاب مش مسعوره يا جماعه، الكلاب بتحرس مناطق، الكلاب اتعملت في نوعيات كلاب اتعملت للحراسه. ده والله العظيم تحط ايدك في بقه بلقمه يعيش طول عمره مخلص ليك ويفتكرك، والله يعلم ربنا. انا تحت بيتي كلاب بتجري ورايا بالمشوار بعربيتي وعارفين صوت العربيه. طب احنا ليه بنيجي عليهم؟ ده في عز ألمه مش لاقي حد يعالجه غير احنا بس اللي عملنا. يا اخي انت تعرف تقول انا متألم، انا موجوع، حد يساعدني اروح لدكتور؟ ده بيفضل بألمه لحد ما يطلع في الروح ويموت. ف يعني هي مناشده بسيطه كده وصغيره، بما ان احنا مش عارفين قوي نجيب لهم حقهم، مفيش حاجه تجرم يعني تجرم الضرر اللي بيقع عليهم. ولو ان برضو دلوقتي الشرطه متعاونه تعاون، مفيش بعد كده. انا بشوف امثله جباره من الضباط، بشوف امثله جباره فعلا. احنا حتى الضابط لما الناس ركبت العربيه وراحت القسم قال له دي روح، انت جاي تعمل خناقه على روح. ف يعني الواحد بيناشد الناس اللي عندها وعي، حبه الميه مش هيعملوا حاجه، اللقمه الحاف مش هتعمل حاجه، لقمه حاف بلي شويه عيش في مرقه وحطيهم هياكلها ويفضل يعني عبد، مش هيبقى كلب، هيبقى عبد. نيجي للنقطه العلاجيه بتاعه اي حاله نقابلها. هي في حاجات كده فيرست ايدز بتتحط في العربيات، لو قدرنا نخليها معانا، بيتادين، فيوسيدين، بافاتراسين رش، قطن، شاش. لقينا كلب ولا قطه متعورين بنعمل كده. لقينا حاجه كبيره يعني ما ينفعش تتساب، او لازم يعني مثلا جرح زي ده انا مش قادره اكشفه تاني بصراحه، بس الجرح كان بيرمي صديد بالهبل. فالجرح ده لازم ياخد عليه حقن مضاد حيوي. فالحقن دي انا اتعلمت اديها، انا ما يعني انا خبرتي مكتسبه من تربيه الحيوانات اصلا، ومن التعامل مع دكاتره كتير هنا في اسماعيليه، في عيادات كتير كنت بتفرج وهو بيدي، واعرف ادي حقنه، اعرف اعلق محلول، اعرف اطهر جرح ده، اعرف انظف خراج. في حاجات كده الواحد عرف يتعلمها بالممارسه. الحاجات دي ما بناخدش عليها فلوس، دي تطوعيه زي اللي بتتعمل للبني ادمين. نقطه كده في وسط الحوار، احنا مش بتوع كلاب، عشان الناس اللي بتقول لنا انتوا بتوع حيوانات، احنا بنعمل للبني ادمين، بس احنا وصلنا من درجه الرحمه لاقصاها،
لان احنا شايفين الحيوانات والامهم وحاسين. فاوعى حد لما يشوف كده يقول لك خليك رؤوف بالبني ادم، البني ادم محتاج. احنا بنعمل للبني ادمين والله، وعشان بنعمل للبني ادمين فزي ما بقول لك وصلنا لدرجه الرحمه لاقصاها يعني. فموضوع الحقن مش صعب، غيار الجروح مش صعب. انا لو شفت حيوان مرمي على جنبه خدت الحيوان ووديته اي عياده قلت لهم لو سمحتوا عالجوه، العياده مش هتتاخر، فاهمني؟ ف الموضوع مش صعب ان احنا نكون عندنا بعض ما من الرحمه يعني، بالذات ان الوضع دلوقتي يعني خلاص الواحد دلوقتي بيدور على اي حاجه كده يوطد يحسن علاقته فيها بربنا، ما تخافش. فانا برجو من الناس اللي شايفه، ما تخافش يا حبيبي، الناس اللي شايفه الفيديو ان هم يحاولوا يمتثلوا بمثلنا احنا. طبعا الواحد ولا حاجه يعني، الواحد اضعف ما يكون في الموضوع، وفي ناس احسن 100,000 مره، بس ارحم ترحم يعني. عايز ربنا يرحمك ارحم مخلوقاته، ده يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يعني. عملتوا كم حاله زي كده؟ نعم عملتوا كم حاله زي كده؟ كتير يعني تقريبا. لا دي ما فيش رقم تقديري ليها خالص. ده احنا طول ما اي حد فينا ماشي، اي حد من الناس اللي عندها رحمه، مش لازم الحد مش الناس بتوع الانقاذ، احنا طول ما انت ماشي قطه خبطها عربيه، كلب، ما تخافش حبيبي، كلب خبطها عربيه، كلب متعور، الناس على الفيس بتمنشن الحالات، بتمنشن على الحالات دي. لا كتير انا بقول لحضرتك انا داخله في اكتر من 20 سنه. فالقطط اللي على السلم اللي متعوره، الكلاب اللي حوالينا في ارقام معديه يعني. ميرسي يا استاذ هاني، شكرا. انت هو هياكل وهتطير عضو. هو افترق، هو خرج دم، انا حاسه ان هيخرج دم في رجلي.